النهارده من توك شوز حلقة خاصة هنحاول نكشف من خلالها المنافسة القوية اللي كانت بتدور بين التلفزيون الرسمي والقنوات الخاصة على الريادة في الضحك على المشاهد. ولأن التلفزيون المصري رائد فكان الألفة طبعا في التضليل وتغييب الوعي وحجب المعلومات، وده ظهر أيام الثورة بصورة واضحة للجميع. لو في نقطة ذروة نقدر نحكم من خلالها على الأداء الإعلامي لأي وسيلة إعلامية فمفيش أحسن من يومين عدوا وكانوا كاشفين وفاضحين لجودة الأداء الإعلامي لأي مذيع وأي قناة، ومحدش بعد كده يكلمني عن الحياد والمهنية. مفيش لا حياد ولا مهنية في الإعلام المصري بكافة قنواته وإعلاميين. محمود إيه يا محمود؟ أنطريكا بتيجي يا جميلة. محمود إيه يا محمود؟ أوضة نوم كربتيتي يا فضيلة. محمود إيه يا محمود؟ أوضة سفرة كربتيتي يا عائلة. محمود طب مين اللي يمسك؟ انت مع السيد عمر سليمان؟ عمر سليمان راجل عظيم. لو الرئيس مشي النهارده احنا هنخش الانتخابات الرئاسيه الجايه طبقا للماده 76 اللي معانا دلوقتي. ما هي دي. خلاص ماشي، ويبقى السيد عمر سليمان ماشي. ما انت عندك السيد عمر سليمان بقى رئيس الجمهوريه هيدي امر بتغيير الدستور. نعدل بقى الدستور زي ما احنا عايزين. الدستور مليان مشاكل مليان تناقضات. لا احنا عايزين دستور جديد، احنا مش عايزين نعدل، احنا عايزين يبقى السيد عمر سليمان نعمل له استفتاء يبقى هو رئيس الجمهوريه. انت مش عارف الماده 76 دي عملت فينا ايه يا محمود؟ يا عمرو ماشي اوكي، انا مش يعني مش عارف ان دي اتغيرت الاستفتاء ده. ننتخب يا عمرو، ننتخب عمر سليمان. عمر سليمان ويمشي الحال. مالك يا محمود؟ بتقول ايه في ليه يا محمود؟ لا يا ستي ده انا بس. حد مزعلك يا حبيبي؟ لا يا ستي ده انا بس. حاجة وقعت منك يا محمود؟ لا يا ستي ده انا بس. الحقيقه انه مع تقديري للدكتور احمد شفيق راجل يعني ليه اسم محترم وليه شغل محترم، عمل شغل كبير في الطيران مفيش كلام في مطار القاهره، لكن انا رافض هذه الحكومه ورافض التعامل مع اي حد في هذه الحكومه، وانا ماشي مع ثوار مصر، شباب وشيوخ وكبار وصغيرين، كل الناس رافضين هذه الحكومه وانا بالتالي معاهم. طب مين اللي يمسك؟ انت مع السيد عمر سليمان؟ عمر سليمان راجل عظيم. احمد شفيق راجل عظيم. معاويه موسى راجل عظيم. زكريا عبد العزيز راجل عظيم. مصطفى الفقي راجل عظيم. طبعا كلنا سمعنا عن شخصية الأستاذ عبد الحميد الترزي. الأستاذ عبد الحميد الترزي ده منتج. يعني الشق يعني هو ده سؤالي للزميل العزيز اللي بعتبره اخ محمود سعد. نحن لا نستضيف من نحبهم فقط او من نتوافق معهم فكريا فقط، يعني حق الناس علينا ان احنا نستضيف لهم الجميع من نتفق ولا نتفق معهم. ده كلام مظبوط، لكن الشعب وليس انا. الشعب وليس انا. الشعب وليس انا. رافض الدكتور شفيق كرئيس وزراء وانا بالتالي رافضه، فمش ممكن ابقى رافضه كرئيس وزراء واحاوره، يعني بالمنطق كده ما ينفعش. انا مش مختلف معاه في الراي، انا رافضه كرئيس وزراء لمصر الان. عايزين دستور جديد، احنا مش عايزين نعدل، احنا عايزين يبقى السيد عمر سليمان نعمل له استفتاء يبقى هو رئيس الجمهوريه. ما فيش استفتاء. واحمد شفيق رئيس وزراء كويس جدا جدا جدا، بالتالي رافضه، فمش ممكن ابقى رافضه كرئيس وزراء واحاوره، يعني بالمنطق كده ما ينفعش. انا مش مختلف معاه في الراي، انا رافضه كرئيس وزراء لمصر الان. واحمد شفيق رئيس وزراء كويس جدا جدا جدا. واحمد شفيق رئيس وزراء كويس جدا جدا جدا. وجع قلبي واحب واموت، وجع قلبي واحب واموت، وانا وقلبي مش علقه فيه، جربني الحلو مش جلود في راس قلبي وقال اخي
عيني يا روحي. وعلى هامش الاحتفالية أجرى الإعلامي محمود سعد حوارا حصريا لبرنامج مصر النهاردة مع السيد علاء مبارك والسيدة قرينته. أنا عارف إن الموقف يعني أنتم مريتوا بظروف صعبة جدا، لكن إحنا تعالوا نتكلم عن المؤسسة مباشرة. طب هل أنت متخيل حضرتك المؤسسة دي يعني ممكن تبقى إيه فيما بعد؟ يعني لا عملت لها تصور إن المؤسسة دي مثلا كمان 5 سنين إن شاء الله؟ أنا لسه كنت بتكلم مع الوالد الحقيقة. الوالد يمكن من قبل ما المؤسسة، الوالد ده رئيس الجمهورية من قبل ما المؤسسة تتولد وهو يمكن عايزها تكون كبيرة من أول يوم. حتى كنت بتكلم معاه ان احنا دلوقتي شغالين في القاهره، اي لا اطلعوا بره، اطلعوا في المحافظات بره، اطلعوا بره القاهره. قلت له بس يعني احنا واحده واحده، احنا بادئين لسه. طبعا هي وجهه نظر صح 100%، لانه الخروج بره دايما الناس كلها بتشتغل هنا. ما هو دي كانت كلمتها، قال لي اطلعوا بره القاهره، اطلعوا بره. فقلت له ان شاء الله، بس احنا لسه بادئين في البدايه، ولما نكون المؤسسه وتبتدي تكبر امل انها تغطي مصر كلها. ما اقدرش اقول لك انت عملت لها رؤيه كامله لسه. لا لسه هي لسه ما عملتلهاش رؤيه. بس هو الهدف اللي احنا لما جينا فكرنا في مؤسسه ان احنا برضه بنقول المؤسسه دي لكل المصريين، ما بندخلش فيها برضه يعني ما بنميز ولا احزاب ولا. انت عارف طبعا الشعب المصري بيحبك قوي. انت عارف انت محبوب جدا من الشعب المصري. الحب ده حقيقي. انت عارف كده ولا لا؟ الحمد لله الحمد لله يعني الحب يعني حاجه خاصه عند الناس. لا الحب من الله الحمد لله. فيا ريت اقدر يعني بالمؤسسه دي ننتشر ونساعد كل كل من هو مصري على قد ولا. انت عارف طبعا الشعب المصري بيحبك قوي. انت عارف انت محبوب جدا من الشعب المصري. لكن علاء وعدني ان شاء الله لما يكون عنده وقت هنقعد ونتكلم عن ابن الرئيس. يعني ابن الرئيس اللي ما بيلعبش سياسه. استاذ جمال طبعا بيلعب سياسه وليه شغله، وده يعني هسجل حوارات كثيره، لكن الاستاذ علاء ده بعيد عن السياسه. فانا عايز اعرف كيف يعيش ابن الرئيس في حياته العاديه، يعني كيف يعني يمارس حياته العاديه كمواطن عادي مش مواطن بيلعب سياسه. فان شاء الله يكون لنا لقاء مع الاستاذ علاء. بتكلم على قد ايه الانسان لما يبقى عنده عطاء انساني جميل جدا، والسيدة زينب مبارك بتعمل حاجات انسانيه رائعه. ففي الحالات اللي زي دي العمل الاجتماعي العمل الاجتماعي اللي هو للاسف يعني السيدة زينب مبارك بتقوم بيه لوحدها، للاسف يعني السيدة زينب مبارك بتقوم بيه لوحدها. وعارف يعني ايه مواطن مصري بسيط ضابط عادي كبر واتجوز وخلف. ويمكن انتوا سمعتوا قبل كده في احاديث الرئيس مبارك انه كان بيكوي بنطلونه بايده، وكانت السيده سوزان مبارك بتساعد في بيته، تطبخ وزي اي سيده عاديه. وما كانش في احلامهم اطلاقا ان هم يبقوا على يعني راس هذه البلد. شوفوا بقى لما يبقى يكبر ويبقى رئيس جمهورية وينجح ويعمل إنجازات ويعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا، مهما اختلفنا أو اتفقنا يظل الرئيس حسني مبارك فيه لمسة إنسانية رائعة. أنا مش مصدق إن مع عظمة السلطان ما ينجوش الأول. طويل العمر يطول عمره ويزعزع عصره وينصره على مين يعديه هاي هي. طويل العمر يطول عمره ويزعزع عصره وينصره على مين يعديه هاي هي. طويل العمر يطول عمره ويزعزع عصره وينصره على مين يعديه هاي هي. طويل العمر يطول عمره ويزعزع عصره وينصره على مين يعديه هاي هي. طويل العمر يطول عمره ويزعزع عصره وينصره على مين يعديه هاي هي. طويل العمر يطول عمره ويزعزع عصره وينصره على مين يعديه هاي هي. طويل العمر يطول عمره ويزعزع عصره وينصره على مين يعديه هاي هي. ولأن التلفزيون المصري رائد، فكان الألفة طبعا في التضليل وتغييب الوعي وحجب المعلومات. ومحدش بعد كده يكلمني عن الحياد والمهنية. مفيش لا حياد ولا مهنية في الإعلام المصري بكافة قنواته وإعلاميه. تحلف انطاق لكن مشلوب من اهل الدار.